ما دام انت ما لقيتش بقى الشقوق دي كلها الا في الجدار الغربي والجدار الجنوبي بتاع الحوض المستطيل لحرم التمثال، يبقى اذا كان في ظواهر مائيه هي اللي كانت بتؤدي الى نحر جزئي في هذا الجدار وهذا الجدار. يعني مش بنتكلم على فتره مطيره، بنتكلم على ظاهره جغرافيه وجيولوجيه ومناخيه ادت الى حدوث هذا النحر في الجدارين دول بس، مش في التمثال، مش في الكسوه، مش في المعابد. ايه ده؟ هقول لسعادتك. فقبل ما اقول لك التفسير بتاع الشقوق او علامات النحر اللي موجوده في الجدار الغربي والجدار الجنوبي، احنا في اربع جدران هنا، بس يعني ليه اشمعنى الجدارين دول بالظبط؟ خلي حط في اعتبارك ان في جدارين بس، اللي هو الغربي والجنوبي، اللي فيهم العلامات الجامده دي، اللي فيهم الشقوق الواضحه دي. طب الباقي ليه ما فيهوش؟ نمره 2، لو احنا سلمنا بان الفتره بتاعت هضبه الجيزه دي فتره مثلا بكل الاثار اللي فيها دي فتره مفقوده، فتره قديمه جدا، وكانت ما يعني بتخضع للسيول والامطار بتاعت الفتره المطيره. طب كويس، يبقى انت من المفترض انك تلاقي نفس العلامات بتاعت النحر ديت، العلامات والشقوق الطوليه ديت على جسم التمثال بتاع ابو الهول كله، وشه، الوجه، وبتلاقيها برضو في كل الاثار. يعني بتلاقيها مثلا في معبد الوادي، بتلاقيها في معبد ابو الهول، بتلاقيها في معبد المنكورع، بتلاقيها في الكسوه بتاعت الاهرامات، سواء هرم خوفو او هرم خفرع او هرم منكورع. بس اكشولي زي ما انا هوريكم دلوقتي، لما توصل الى باقي الاثار الموجوده في هضبه الجيزه، سواء الاهرامات وكسوتها، سواء المعابد الموجوده قدامها، سواء حتى الاوت كروبس، النتوءات والبروزات اللي هي موجوده من البيد روك ولسه لحد دلوقتي كانت تبع المحاجر الموجوده، حتى جسم المعبد اللي بتاع ابو الهول مش هنلاقي فيه علامات النحر دي. يعني هي كانت بتمطر بس على الجدار الغربي والجنوبي. يعني مثلا هي كانت غيامه قاعده فوق الحيطه الغربيه والجنوبيه من المستطيل او من الحوض بتاع ابو الهول، وعماله تمطر عليه، بس ما بتمطرش على الاهرامات، ما بتمطرش على المعابد التانيه، ما بتمطرش على المعبد حتى بتاع ابو الهول. يعني ده اللي انا بتكلم عليه، انك ما تاخدش شيء مسلم بيه، يعني حتى لو هو في اطار علمي. يعني الموضوع مغلف بكلمه يعني عالم جيولوجي، دكتور روبرت شوك، جون أنتوني ويست، المدرسة بتاعت التاريخ البديل في انجلترا واوروبا وامريكا بتدفع بقوة بهذه النظرية. ارجع بأبو الهول وارجع بالأهرامات إلى 12,000 و10,000 قبل الميلاد. أنا قلت لك جيولوجيا الفترة دي كانت شكلها إيه؟ ما كانش فيه حياة، ما ينفعش، ما كانش فيه أي فرصة لأي وسيلة لحياة أو لتجمعات بشرية، ناهيك على ان المكان اساسا كان منغمر، الدلتا كلها كان منغمره، وكانت المطر والهيجان وفيضان النيل طول السنه. النيل كان مخيف، كان نهر مخيف في الفتره المطيره، نهر متوحش غير مروض، مفيش تجمعات بشريه على ضفاف النيل. تخيل اللي مصر هبه النيل في الفتره المطيره دي كلها، المصري كان بعيد عن نهر النيل، لان نهر النيل كان خطر وفي حيوانات مفترسه. امال كان عايش فين؟ كان عايش في الصحراء الشرقيه والغربيه، بس الغربيه اكتر. ليه؟ لان الصحراء ما كانتش صحراء، دي فتره مطيره، كانت كلها خضراء، كانت كلها واحات وكلها بحيرات، وكان في فروع من الانهار صغيره، ودي اللي هنتكلم عنه في الحلقه الجايه. هرجع تاني واقول لك، يبقى ما كانش في تجمعات بشريه، ما كانش في حياه، ما كانش في ارضيه لهذه اللي تسمح مش بحضاره، بحياه، حتى لو كانت بدائيه ما كانتش موجوده. فما تقدرش ما تنسقش ورا اي حد يقول لك ارجع 10,000 ارجع 12,000، وكأن الجيزه دي موجوده بالمنظر اللي انت شايفه دوت، بالاهرامات، بالتماثيل، بالمعابد، لا، ده كلام غير منطقي، كلام غير وارد علميا. يبقى اذا ما انت عشان بس لما الاول ادوك بريفس او بريمس كده، وبعدين قال لك اذا فالفتره المطيره يبقى انت ترجع بيهم لل 12,000. طب ما انا هقول لك، ما دام انت ما لقيتش بقى الشقوق دي كلها الا في الجدار الغربي والجدار الجنوبي بتاع الحوض المستطيل لحرم التمثال،
يبقى إذن كان في ظواهر مائية هي اللي كانت بتؤدي إلى نحر جزئي في هذا الجدار وهذا الجدار. يعني مش بنتكلم على فترة مطيرة، بنتكلم على ظاهرة جغرافية وجيولوجية ومناخية أدت إلى حدوث هذا النحر في الجدارين دول بس، مش في التمثال، مش في الكسوة، مش في المعابد. إيه ده؟ هقول لسعادتك، لأن طبعا الدكتور روبرت شنايكر وبرضه زيه الدكتور المصري بتاعنا عالم الجيولوجيا الكبير دكتور فاروق الباز قالوا إن الفيضان بعد بقى الفترة المطيرة وكل حاجة بقى كان بيحصل فيضان سنوي. الفيضان السنوي كان بيوصل لحد الجيزة. طبعا قبل ما نتكلم عن سد أسوان ولا أي سدود ولا خير، فمصر كلها كانت بتنغمر في الفترة بتاعة الفيضان، فترة الصيف تقريبا. فالمية كانت بتوصل لحد هضبة الجيزة. فلما كانت بتخش في مية الفيضان، أنا شرحت لك في الأول إن الهضبة ليها مستويين، مستوى مرتفع عند الأهرامات ومستوى منخفض عند أبو الهول. فكان المية بتوصل وتنحسر من المستوى الأعلى إلى المستوى الأسفل، مستوى منخفض. معلش يعني عفوا على هذا التشبيه، انت عارف البلاعة؟ انت طبعا كلنا شفنا البلاعات في الشوارع لما المية بتجري عليها من زاوية عالية، ازاي المية بتبتدي تعمل دوامة كده وتنزل على البلاعة من جنب او اتنين اللي هم الجوانب الأعلى مستوى. كلنا عارفين المنظر ده. حتى المنظر اللي احنا ممكن نشبهه بالموجة وهي داخلة على الشاطئ، ده كان اللي بيحصل. كان المية الفيضان بتخش على الهضبة، تبتدي تخش في منحنى وميل بيوصلها الى ايه؟ الى اسفل نقطة في الهضبة اللي هي نقطة ايه؟ نقطة ابو الهول. بقى ابو الهول الحوض المثلث المستطيل ده بقى يشتغل زي البلاعة او المصفى بتاعة الهضبة من الامطار ومن الفيضان. فكان مية الفيضان بتيجي في الشهور بتاعة الفيضان، تبتدي المية تنحسر وتبتدي تجري من المستوى الأعلى إلى مستوى منخفض. فبتجري المية، الران أوف بيسموها الران أوف، الفلاد ران أوف والرين ران أوف، يجري على الهضبة ويبتدي يتصفى وينزل بميول على الجدار الغربي والجدار الجنوبي. يوم ورا يوم، شهر ورا شهر، سنة ورا سنة، ابتدى يعمل إيه؟ يعمل الشقوق ديت. لأن الحوض بتاع التمثال، الحوض المستطيل بتاع تمثال أبو الهول المنخفض دوت، كان بيتملى مية لحد ما يتسرب إلى المياه الجوفية. طب كان بينزل على الجنبين دول، على الجدار الغربي والجدار الجنوبي، بجانب عوامل أخرى برضو بتساعد على النحر، اللي هي الرشح اللي بيجي من المياه الجوفية، الطبيعة الصحراوية بتاعت مصر. يبقى الصبح الشمس قوية جدا، وبالليل بيحصل إيه؟ بالليل يحصل يعني بيسموه الويكينج، يعني يبتدي يحصل رشح للمياه الجوفية إلى السطح. يبتدي الصبح يطلع الشمس، تبتدي تحرق الحجر وتدفيه، يبتدي المية اللي اترشحت بالليل تتبخر وتسيب إيه؟ تسيب الأملاح. والأملاح تعمل إيه؟ تقشر، تعمل اكسفوليشن، تقشر الطبقة السطحية من اللايمستون، من الحجر الجيري. يوم ورا يوم ورا يوم يحصل تقشير زي ما انتم شايفين. ففي عوامل كتيرة، عوامل جيولوجية كتيرة. ده باختصار السبب الجيولوجي لوجود الشقوق والعلامات النحر المائي في الجدار الغربي والجدار الجنوبي من الحوض والمحيط بتاع أبو الهول. حاجة برضو نحطها في اعتبارنا مهمة قوي عشان تقوي برضو وتدعم الرد بتاعنا، الرد الجيولوجي العلمي، إن زي ما قلت لكم في دراسات بتقيس مستوى الفلاد بلين، يعني مستوى الفيضان في السنوات اللي هي في الفترة المطيرة، في الفترة بتاعت الأفريكان هيوميد بيريد، فترة أفريقيا الرطبة ديت، من 10,000 لحد 3,000 قبل الميلاد. ابتدى النهر النيل يبتدي الفلاد بلين يقل. بس يعني عشان تبقى عارف هو يعني امتى اتبنى أبو الهول، لازم تبقى عارف ان قدامه، احنا قلنا أبو الهول على بعد يعني على ارتفاع 20 متر فوق سطح البحر. طب المعبد بتاعه اللي اتبنى ده، ما انا مش معقول هبني معبد والدنيا غرقانه. خليك معايا بس، انا مش هقدر ابني معبد ولا معبد وادي ولا معبد الا لما يكون الارض واضحه باينه. طب امتى؟ لازم يكون الدراسات اثبتت ان معبد ابو الهول كان لا يمكن يتبنى الا لو نزل مستوى الفيضان عن 16 متر و8 من عشرة، اللي هي ده البيدروك، ده الحجر الاساس بتاع المعبد بتاع ابو الهول.
مستوى الفيضان لازم يقل عن 16.8 عشان اقدر امشي على ارض وابني. طب امتى كان المستوى ده؟ المستوى ده ابتدى يبقى موجود في المنتصف بتاع الألفية الثالثة قبل الميلاد. احنا بنتكلم على 2500 2600، يعني الفترة بتاعت الأسرة الرابعة، بداية من خوفو، وكان أبوه حتى سنفرو في الأسرة في نهاية بداية الأسرة الرابعة سنفرو. يبقى الفترة اللي ابتدى الفلات بلين يبقى يعني أقل من 16.8 متر، هي الفترة اللي أقدر أقول عليها ابتدى يبقى يتبنى فيها كل من معبد أبو الهول وأبو الهول تمثال، لأن أبو الهول مرتبط بالمعبد، لأن أبو الهول الحوض بتاعه الحجارة اللي طلعت منه كانت هي المحجر، ده المحجر اللي اتخذت منه الحجارة عشان يبني المعبد، فده مرتبط بده. وبعدين مفاجأة بقى الأخيرة اللي عايز أقولها لك، إن كمان إن الدراسات يعني أنا عمال أشرح لك بالمنطق وبالجيولوجيا وبالعلم، بس أنا دلوقتي معتمد على تحاليل معملية قوية جدا بتحدد عمر الأحجار. يعني مدرسة التاريخ البديل والحضارة المفقودة عمالة ترمي بافتراءات، وعمالة ترمي بمزاعم، وعمالة ترمي بأقاويل، وتتكلم على حزام أورايان، وتتكلم على النهر المائي في أبو الهول، وتتكلم على بيضة النعامة. أنا كل ده مردود عليه، بس عشان ما حدش يعني يرميها لي في الكومنتات تاني. كل ده أنا بفنده عشان الناس تفهم، بس أنا بنطلق من حقيقة علمية، حقيقة معملية. يعني إيه؟ مش هقول لك كربون مشع. دلوقتي الأركيولوجي، علم الحفريات، بيعتمد دلوقتي في تحديد عمر الحجاره مش على التحديد الريلاتيف اللي هو النسبي، لا، احنا بنعتمد في بعض المشكوك في امره على تحديد ابسولوت، يعني مطلق بطريقه معمليه. يعني في دلوقتي تجارب معمليه اسمها سيرفيس لومينيسنس ديتنج وثيرمو لومينيسنس ديتنج، تحليل الوهج الضوئي والوهج الحراري للاسطح الحجريه. اقدر اقول لك عمر الحجر ده ايه. تم تحليل كتل الحجرية في معبد أبو الهول عن طريق معامل جامعة إيجا اليونانية 2013، وثبت علميا ومعمليا أن تاريخ أحجار معبد أبو الهول بيرجع إلى 2500 قبل الميلاد، الذي يتوافق مع التاريخ الأركيولوجي. فأنا من الأول وأنا عارف أنا بتكلم في إيه. أنا مش بقول افتراضات، أنا مش بقول يعني speculations، يعني تخيلات، لا، أنا بقول لك أنا بعتمد في المقام الأول على تحاليل معملية. علم الأركيولوجي خلاص ما بقاش فيه حاجة اسمها افتراضات. أي كتل حجرية في العالم أركيولوجية ممكن ومن السهل جدا تحديد عمرها، مش بكربون مشع. احنا مالناش دعوة بكربون مشع دلوقتي، كربون مشع عشان البقايا العضوية، لا، الأحجار ده الأحجار الجرانيت بتاعت هرم من كورة تم تحديد عمرها. فأنت بتتكلم في إيه؟ أنا معايا تحاليل معملية قوية جدا اللي هي السيرفيس لومينيسنس تيستنج أو الثيرمو لومينيسنس ديتنج. هكتب لكم اسمها على الشاشة، واللي يحب طبعا يعني يتأكد من علميتها يعني. فباختصار موضوع الجيولوجيا ده مهم جدا جدا في دراسة التاريخ والأركيولوجي بتاع مصر القديمة. محدش يا جماعة يرمي افتراءات ومزاعم ويحاول يسحب ويجر منجزات عصر الأسرات ويرميه في المجهول كده. 12,000 10,000 8,000 يا جماعة، 12,000 و10,000 و8,000، كل ده نهر النيل كان غير مأهول بالسكان. الخريطة السكانية لمصر ما كانتش كده، كان كل الناس في الصحراء الغربية. هتكلم فيها بقى باستفاضة في الحلقات الجاية. أيوة، احنا جايين من الصحراء الغربية كلنا. انت ما انتش جاي من الأقصر وأسوان والجيزة خالص، ولا هنا ولا لا، ده الفيوم هي اللي أقرب حاجة كانت موجودة للنيل، وأقرب حاجة موجودة بعد العصر المطير كانت واحة الفيوم. المصري كان عايش فين؟ عايش في الصحراء الغربية. تتكلم في الجيزة دي كانت مغمورة، لا أبو الهول ولا حضارة ولا آثار ولا أهرامات ولا أي شيء، غير قابلة للمعيشة مناخيا وجيولوجيا وطبوغرافيا وكل شيء. ظروف قاسية جدا، واستمرت أكتر من 7,000 سنة، من 12,000. لما بيقول لك 12,000 بعد يقول لك لا مش 12,000، لا رجعها قبل 12,000 كمان، هو مزاد. رجعها قبل 12,000. عارف بعد كده هنتكلم فيه بعد كده هتذهل يعني. ده العصر الجليدي. عارف مصر كانت شكلها ايه في العصر الجليدي؟ خليها مفاجأة. زي ما قلت لكم، العلامات بتاعت النهر في الجدار بتاع الحوض بتاع أبو الهول، الانكلوجر بيسموه، السياج، الجدار الجنوبي والجدار الغربي من السياج الذي يحيط تمثال أبو الهول، لا يعود إلى فترة مطيرة، ولا يعود إلى أمطار، ولا هو نحر نتيجة أمطار، إنما هو نحر كما أقر
دكتور فاروق الباز ودكتور روبرت شنايكر إلى التسريب والجريان بتاع مياه الفيضان السنوية من أعالي المناطق المرتفعة في هضبة الجيزة إلى نقطة المصفى، إلى نقطة التصريف اللي هي الحوض بتاع أبو الهول. وكان الجريان المية بيبقى على الحائط الغربي والحائط الجنوبي، وده اللي أدى إلى علامات النحر المائي. وده نحر مائي فعلا، أنا مش بقولش إن النحر مش نحر مائي، لا، بس نحر مائي مش نتيجة أمطار، نحر مائي لنتيجة تسريب وجريان مياه الفيضان وتصريفها من الهضبة ومناطقها المرتفعة إلى أقل نقطة منخفضة وأسفل الهضبة، اللي هو تجمعها عند الحوض بتاع تمثال أبو الهول. وده اللي أدى إلى علامات النحر اللي خدوها الجماعة والباحثين بتوع مدرسة التيار البديل أو التاريخ المفقود أو الحضارة المفقودة، وابتدوا يعتمدوا عليها كدليل قوي 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 لوجود حضارة مفقودة. وللأسف أي حد بيدرس الجيولوجيا بتعمق ويدرس الأركيولوجي بتعمق ويدرس التجمعات البشرية وتاريخ التجمعات البشرية في مصر، أهم حاجة كمان إنك تدرس الهيدرولوجي بتاع نهر النيل. نهر النيل كان شكله إيه؟ الهيدرولوجي بتاعه كان شكله إيه؟ ارتفاعاته كانت شكلها إيه؟ كان بيسمح بإيه وما بيسمحش بإيه؟ نهر النيل مش ساكت، نهر النيل ده كائن متحرك متحول متطور. لأن الفترة بتاعت العصر الجليدي كان عبارة عن إيه؟ نهر النيل كان جاف جدا. هنتكلم فيه برضه ونخليها مفاجأة في الحلقات اللي جاية. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.